مبروك. الجزائر لأول مرة كدير مشروع تتفوق فيه على المغرب. هذه بصراحة شهادة أنا غنسمعكم وزيرة الثقافة اشنو قالت اليوم. مشروع فريد من نوعه، مشروع زوين، مبروك، هنيئا لكم. غادي ينفع بطبيعة الحال المواطنين الجزائريين وغينفع الدولة الجزائرية. اسمع المشروع شنو هو، والله يسهل عليكم، تستاهلوا بكل صراحة. ايضا انه في مشروع لتواجد الحكواتيين في وسائل المواصلات وبدايه بالترامواي. مبروك للاخوان الجزائر. الحلايقيه غيكونوا عندكم في الترونسبور اون كومان، غيطلعوا يديروا الحلايقيه في الترامواي، في الطوبيسات. هنيئا لكم، تستاهلوا. وهذا مشروع غيرسخ الحلقه في الذاكره، هو بلوتو فين مع الأشقاء في الجزائر لابد أن يكون قائما أساسا على الثقة والوضوح وخاصة الاحترام. وهنا نسطر على كلمة الاحترام. اليوم راني وقت نسمع أنا في بعض المنابر الإعلامية تصريحات تمس من سيادة الدولة وتتنافى مع قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل، وكلكم سمعتوا الإعلامية التصريح الإعلامي المستفز اللا مسؤول اللي صدر من أحد النواب معناتها، واللي دعا فيها تونس قال شنو ولاية. أنا نجاوبوا اليوم ولاية 59. رد بالك خويا، راهو تحكي على تونس، تحكي على دولة حرة مستقلة ضاربة في التاريخ ذات جذور تمتد إلى آلاف السنين، قرطاج وأفريقيا الرومانية. وتونس راهي دولة أغالبية فاطمية حفصية حسينية. تونس كانت ولا تزال وستبقى تملك مؤسساتها ونظامها ومركزيتها وقدمت تضحيات، ونحن قدمنا مع بعضنا تضحيات. يجمعنا تاريخ مشترك ونضال مشترك ضد الاستعمار. اليوم لابد من حفظ الكرامة. تونس ليس تابعة لأحد ولن تكون يوما كذلك، وأنا نتحدث هنا بغيرة على بلادي. أنا في الجزائر من الآخر. علاه؟ هكا باسكو عندك الويدان، عندك مازالوا عندك لي بيدونفيل، مازال عندك شعب ما يعرفش يغسل يديه، ومازال عندك لاجئين يجيوك من مناطق اللي فيها الوباء. كيف شعب ما يعرفش يغسل يديه دكتور؟ هذا إساءة للشعب. ماهيش إساءة للشعب. كاين انت واحد ساكن في بيدونفيل ما عندوش روبيني، ما عندوش العين، ما عندوش مربى، واش ما يعرفش. مش كذا. انا بدك ما تحكمليش على الكلمه باش تديروا لي بها حكايه. ما ديروا حكايه يعني هذا الشعب يستمع يطرح هذه التساؤلات. سؤال، انا شفت البارح الفيديو تاع الواد هذاك تاع بليده اللي قال لك الواحد ما عندكش لي مويان، مش حتى الماء ما كانش، او الماء ما كانش، كاين دي ولايه ما كانش الماء. كيف اللي اوبليجي ما يغسلش يديه كونفونابلومون، ما تقدرش تقضي على الكوليرا نهائيا. وزيد ناكد اللاجئين، انا مانيش ضد اللاجئين، بس احنا اون لي زابري ان شارج مادامهم عندنا. لازم النظره تاعنا للصحه تتغير، ماهيش نفس النظره اللي قبل. عندك اوبئه وعندك امراض انقرضت راك عاودتي استوردتيها. باختصار نحن في قطاع الصحه في الجزائر امام ازمه تجهيز. عبد المجيد تبون او راح يروح يزور المانيا، والرئيس لما يروح يزور المانيا هو رايح يبرم اتفاقيات وعقود شراكه الى غير ذلك. هل الرئيس أو الدولة الجزائرية سوف تستجيب لطلب العفو الإنساني؟ بما أنه جاك يجيك مزيطوط البهيم والجماعة هذو، قول له عفو إنساني. ما قالش عفو رئاسي، وعفو إنساني ماهوش هو العفو الرئاسي. عفو إنساني شيء آخر، عفو إنساني أو شيء آخر، ماهوش هو العفو الرئاسي. ما تكونش غبي، ما تمشيش ورا الهوايش هذه اللي توازي فيك. العفو الرئاسي هذاك العفو يديروا رئيس الجمهورية وعنده شروطه ممكن نحكوا عليها. بصح العفو الإنساني راه أي إنسان مريض عنده كونسير وخلاص. يعني مثلا الكونسير اللي من ضمن الامراض المهلكه، كاين اللي يمرض مرض كبير ويعود دائما في المستشفيات وخلاص تقريبا ما يؤوس منه، يديروا له عفو انساني يروح داوي برا في المستشفى. هذا الرئيس الالماني قال لك يا ودي ديروا له عفو انساني، راه مريض، ديروا له عفو انساني ويجي يتعالج في المانيا مش في فرنسا. ما قالوش يطلقوه يروح لدارهم، قال نبعثوه يجي عندنا المانيا، معناتها ما يخرجش من لكم ونعاودوها لكم. حنا كجزائريين يا والله قال لك اللي جاي يسعى ودرتها. هذه نصيحه من الجزائري، الناس راهي ديتها كيشون على لي جار، سي دي جون راهم يتمشوا معنا على لي جار. يقول لك صحراء شرقيه ايوا غادي هذه حسن. اسمح لي اخي، انت في حياتك ما درت حرب، ما دخلت في حرب، ما درتش انت ما تعرفش. انت الشعب الجزائري هي باش تفهم حاجه. الشعب الجزائري ماهوش كاع كيما الشعوب الاخرى، هي باش نفهمك مليح.
شعب ثائر. الشعب هنا عنده حاجه وليش يشوف وما يوليش يسمع. سيرتانمون راكم منا الصحراء الشرقيه واحد يدير خريطه غادي يقولها لك والله العظيم جاي يسعى وترسع. تجي تقول تندوف بالشهر تلقى روحك بلي انت وين انت صاي وجده والامور هذيك حتى الملويه وقادر مانيش عارف تلقاها راحت لك في ليله ونهار تلقاها راحت وروح شكي روح هضر وروح الامم المتحده وروح ايفوا تروح لك المناطق هذه صاي تسكت تريح تقبض لك دوك المشاكل الداخليه تاعك الازمات اللي عندك طوي تروح توجور ترجع الجزائر صحراء شرقيه صحراء غربيه مع الشيطان يا اخي. عندك 6 مليون ما قديش ترجعها 6 مليون 500 سنه من الاحتلال 500 سنه راهم دايرها لك ما هضرتش عليها وتيفيتيها بالعاني انت بغيت تيفيتي كاع الهضره تاعها ما مشوا من الشعب تاعهم يقول لك لا 6 مليون لا معليش هذوك سبوني وحنا ما مخلينهم هو دايرها لك مدخلينها 6 مليون مدخلينها مع اوروبا. كون تجي تشوف الخريطه تاعهم توجور هادو 2 مناطق مدخلينهم مع اوروبا سيطادير الاعلام تاع اسبانيا تما تجي تقول لي الصحراء الشرقيه صحراء متى انا كجزائري تميل تهضر هذه الصحراء تندوفوا بالشهر زعما انت كيف زعما راجل كيف تبان لك انت جزائري قد يسمع الهضره هذه تاعك اخي قد يصير لا بروفوكاسيون. الدوله تاعي مانيش فاهم انا كيفاش راهي ساكته ما هضرتش. هذا سموه عند الناس اللي تفهم هذا سموه اعلان حرب. كي تقول لي صحراء شرقيه ونشوفك انت دايرها لي منا وواحد دايرها منا